مساء الفل، اخباركم ايه؟ يوم جديد معاكم مصطفى ابو تريكه. اللي شاف الماتش امبارح هيقول عك كروي بمعنى الكلمه. عك كروي جوه المستطيل الاخضر، يعني كهربا ومودست ما ينفعوش يكونوا مهاجمين للنادي الاهلي. نرجع كده للزمن شويه. كهربا قبل الغرامه الشغف بتاعه كان موجود، يعني كان عايز يعرف للجمهور ان هو يستحق التواجد جوه النادي الاهلي، لكن دلوقتي الشغف مات. كده كده الاهلي هيوديه اعاره للدوري السعودي، يعني الموضوع اصلا لا مفر منه، يعني الموضوع اصلا الاهلي بيفكر في اللاعب، عايز يامن مستقبله بعد دفع الغرامه. وطبعا وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان الاهلي ما يفكرش في مهاجم اجنبي. وجهه نظري الشخصيه، انت عندك جواهر جوه النادي الاهلي، عندك جواهر جوه النادي الاهلي. يعني على سبيل المثال محمد رأفت، مواليد 2005، هداف شباب الاهلي ومنتخب مصر للشباب. عندك سمير محمد، جاب 19 جون وهداف شباب الاهلي. عندك مثلا محمد هيثم الابرز والاهم اللي الاهلي اشتراه من نادي زد في الميركاتو الشتوي السابق، وقبل كده كان بيلعب في الزمالك، وقبل كده كان بيلعب في فيتوريا البرتغالي. اللاعب ده هيكون بعد سنتين هيكون مهاجم مصر الاول. على فكره اللاعب ده مهم جدا 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 جدا. مثلا عندك حسام عادل، جناح شمال شباب الاهلي، تم تصعيده قبل كده للفريق الاول وبعد كده ما شفناهوش تاني. ليه ما عندكش المغامره زي مانويل جوزيه؟ يعني مانويل جوزيه لما صعد عماد متعب بقى مهاجم مصر الاول. ليه دلوقتي انت ما عندكش المغامره دي؟ طيب يعني ممكن تجيب اجنبي مثلا المدافع، خط وسط، جناح شمال، جناح يمين، باك شمال، مهاجم. انت عندك 4 لعيبه محليه مهاجمين جوه الناشئين، جواهر بمعنى الكلمه، الماس. لكن مفيش حته المغامره. يعني انت لو صعدت محمد هيثم بس ولعبته مكان مودست هيفيدك، هيفيدك. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.